هذه بكم؟ هذه ب2000. ايش كبرها. وخنشوف الايس كريم. يا الله يا الله، شوف هذا السلمون، شوفه يا قلبي. صباح الخير من سويسرا. حاليا خلصنا رحلتنا بسويسرا، طالعين على بنفيلد فرنسا قريبة من ألمانيا. بنروح حق ثاني أكبر مدينة ملاهي في أوروبا. ورانا الدرب، هاتشيك كم ساعة بالضبط أو كم كيلو لبنفيلد من جنيفة. 359 كيلو متر. ولا خليتها بخاطري، كنت باكل بجنيف بس الحين على نص الطريق استراحة محارب. غانق بس شنو بيف. طالع الشكل، طالع الشكل. خلينا ناخذ عضة ثانية، الأولى كانت عين بس. نارية. الحين اللي بعده الحلوم، شوفها شكلها نار. اخذ عضة حلوة. الحلوم نارية. يلا خلينا نكمل اكلي طريقي. حياكم الله، معاكم بالخمس، وحاليا من ألمانيا منطقة تربرغ. اوكي، قدام محل هاوس اوف 1000 كلوك. احط لكم العنوان بالديسكربشن تحت. ضروري اذا جيتوا فيوله المكان نار، المحل نار. في ساعات اللي ايام قبل عرفتوها، اللي بالبطايات اللي كوكو كوكو، لا يعني بس في ساعات وايد حلوة. المحل حلو يستاهل تمرونه. فخلنا ندش داخل ونصور. يلا جاي علشان الساعات. الساعات كلها كوكو كوكو. طبعا الحين راح المحل نطلع برا. طبعا هم الجيل الخامس يعتبرون اللي مهندلين الحلال او جاولين. فبروح بيته الحين، هذا هو بيته يم المحل على طول. المكان هذا مرات يكون بطل حق العامية من المحل، بس مرات لا. طبعا هني شلون هاو دي جنريت باور كان من اساس انه يسوون الساعات وينحتون من الشلال. وهذا شكل الورك شوب من داخل. Painting for my grandpa. He was a cuckoo clock carver. This is the clock painting, huh? Yeah, that's from my grandfather. The clock design for my grandpa. So يقولنا الكمباني almost 150 قبل 150 سنة للحين شغالين على نفس المنوال. يعني حتى هني this is prototype, yes? Yeah, those are old the cuckoo clock carving here. Here with different, those are the different tools. Okay. Yeah, very sharp.
Yes, and normally we have it open when we have groups or a little demonstration, but during Corona we closed this place. And عشان كورونا سكروا، ولا بالعادة الناس اللي يمرون يبون هم الورك شوب هني ويشوفون شلون الشغل شغال على الساعات. للأمانة أنا شريت من عندهم ساعتين. It's nice place, guys. You need to come. yes, you need to just pass. And we come and see you in your country. You are more than welcome. Yeah. So come to Treberg. Can you pronounce it for them? Because my pronunciation, the city again, how you pronounce it? Treberg. I'm gonna write it in the description down. Yeah. So I enjoy talking to you honestly. Yeah. You have a nice workshop. And then طبعا هذه الووتر ويل اللي قال عنها لما ينزل ماي الشلال تحول لهم قوة دفع الماي حق كهرباء، ويظلون شغالين تحت بالسرداب عشان يسوون الساعات اللي موجودة هناك. little bit history. Yes. المكان نار، تاريخي، حلو. عجبك الفيديو لايك شير سبسكرايب. أمان أنا شريت من عندهم. نار نار. وصلت بالسلامة الحمد لله حق بنفيلد بفرنسا. الوجهة اللي جاية أو المكان اللي أبيه رست بألمانيا. هني أروح الثيم بارك، بس خلنا الحين أصور لكم الشقة اللي أجرتها. ليش ما حجزت برست؟ لأن ما لقيت شغل برست. فأنا حاليا مأجر هني، فخلنا نبلش وياهم. كم الرقم السري؟ طبعا رمز الدخول هذا رقم شقتي 105 والكود ايوه ايوه 105. نصعد شقتنا. هني سرير، هني دورة مياه تكرمون، هني غرفة بعد، هني المطبخ. صباح الخير من بنفيلد فرنسا. حاليا رايح رست جيرماني، قرية برست موجودة أو موجود فيها يوروبا بارك، وهي ثاني أشهر مدينة ملاهي في أشياء أوروبا. بس للأمانة ثاني أشهر بعد ديزني لاند، بس من وجهة نظري أنا وأنت إذا رايح لها اكتب لي بالكومنت تحت. بالنسبة لي يوروبا بارك أحلى من ديزني لاند. طبعا حاليا متوجه لرست جيرماني، بلها طريقين من بنفيلد، واحد 37 كيلو وواحد 20 كيلو، بس بروح اللي ب 20 كيلو وهو داخلي يعتبر، لأن في مناظر كذي بما اني قاعد مبكر. ويوروبا بارك ما تبطل الا الساعة 9، فراح اروح الطريق الداخلي. يلا نوصل هناك ونصور لكم. الحين بيننا وبين رست تقريبا 7 كيلو. طبعا عشان نعبر القناة المائية هذه لازم نركب العبارة، راح نركبها الحين. هذه راحت وخلتني يا الربع على حظي آخر سيارة، بس يلا خيرة 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 خيرة. طبعا ناطر أنا هني على آخر سيارة ما ركبت العبارة، بس يلا عادي مو مشكلة، تو الناس. يلا ننظر اللي وراها كاهي، بس مسافة دقيقتين الله يسامحك علقنا. الحين دخلنا العبارة، وصلنا بالضبط دقيقتين إذا مو دقيقة ونص بعد. أيوة افتح يا سمسم. وصلت يوروبا بارك. طبعا هني المسافر هي تاخذ سيارتك 27 يورو.
ربا بارك ثاني أشهر مدينة ملاهي بعد ديزني لاند باريس، بس من تجربتي الشخصية للأمانة يوروبا بارك تزعل ديزني باريس. بقص تذاكر ونكمل طريقنا. يلا عشان كورونا فأغلب التيكت الحين أونلاين، فإذا ما عندك تيكت لازم تجي تحجز تيكت من هني مع الناس. طبعا هذه الأسعار 68 يورو حق اليوم الواحد، أكثر من 12، من 4 ل 11 59 يورو بوينت 50. طبعا هي الأسعار الثانية إذا تبي تدشها على يومين ورا بعض. داخل يوروبا بارك راح تجرب اول لعبه اللي هي السيارات الاوروبيه. حبيبي السلام عليكم. بدش العرض هذا هني الساعة 11 وربع، ما زلت يوروبا بارك. ترى هذا واحد من افضل العروض اللي انا احبه دائما ودائما ادش له للامانه. عرض السكيتي راح يبلش الحين. خلص العرض كان ناري. يلا let's go to the next adventure. كان نار. اشوف اذا من بعد شوي عادي رد الدشه مره ثانيه. يلا هنكمل. الو يا هوبلا. الو بالخمس كالعادة ما زلت بيوروبا بارك. هذا قدام المطعم اسمه فود لو، ما بدك تاكله من قبل، بس الفكرة مالته ان الاكل يجيلك بزحلاقية رول كوستر، تزحلق من فوق الاكل وينزل لك على الطاولة. هذا الدور كله قدامي عشان المطعم امانة، لان فكرتها عجبتني فانا اضطر الدور هذا ابى ادخل داخل وبصور. وصلت المطعم تيبل 8، الاكل يجي من فوق برول كوستر. طبعا شلون تطلب؟ يعطونك كرت تحطه هني تو ذا اوردر، تحط رقم 8 ايوه، واذا طلع لك صح يعني طلبك كم، والطلب راح ينمو من فوق. الطلب يجي على الرول كوستر من هني يتزحلق وينزل. هذا جاي وصل رقم 8 طلبي. ايه على مهله ماشي نطالب على رقم 8 بس على مهله. ايه شربه هذيك يعني طلب وصل
ناجت، وهذا حق بدر وهذا حق عزوز الطلب. هذه شوربة طماط أنا طلبتها غريبة. هندوق الشوربة. والله حلوة الشوربة. هي تعال بعد، يلا اللي بعده. أبي ينقلب. إذا الطلب انقلب يجيبوا لي غيره. هذا طلبنا وصل. سلمون هني وصل. والبرجر طلبي شوية واستحنا. طبعا هني تتفاش الحركات ولا شوربة الطماط ولا غلطة. يلا نطلعها. يا قلبي ونقول هم. اوه نارية مع الجبن هذا نار وشراب. اللي بعده هذا السلمون. شوفه. اوه شوفه. سلمون ولا غلطة. أنا حاليا مطعم فود لوب بيوروبا بارك جيرماني راست. مطعم أكله حلو، فكرته غريبة. خلوني نكمل أكل. عجبك الفيديو لايك شير سبسكرايب ويلا علينا بالعافية. طبعا ما زلت مطعم الفود لوب، وختامية مع الآيس كريم. وفنشوف الآيس كريم. يا الله شوف. نعم نار وشراب. خلينا نكمل أكلي. عجبك الفيديو لايك شير سبسكرايب. تابعوا تكملة تغطيتي بيوروبا بارك. سلام.
وهني نهاية جولتنا بيوروبا بارك. جولة كانت نار، قضيت يوم طويل حلو، استمتعت بهذا استانسوا. وانت تعال جرب وعطني رايك بالكومنت تحت، واللي مجرب يوروبا بارك او ويا يوروبا بارك اكتب لي تعليقه. الوداع من يوروبا بارك، الوداع.